الحلقة الأولى من مسلسل The Last of Us، المسلسل اللي بيتعرض بشكل أسبوعي كل يوم اثنين على منصة HBO Max. مسلسل رعب، خيال علمي، دراما، ديستوبيان، أكشن، مغامرات، زومبي. مسلسل عبارة عن أدابتيشن للعبة The Last of Us، طبعا واخد تصنيف TVMA، غير مناسب للأطفال، غير صالح للمشاهدة عائلية، مليان عنف ودم ورعب ومشاهد مقززة. منصة HBO Max معروفة بالمسلسلات التقيلة والموجهة لأصحاب القلوب القوية فقط. هي اللي عملت جيم اوف ثرونز من كتابة واخراج كريج مازن اللي عمل تشيرنوبل، ونيل دراكمان اللي كتب اللعبة، ومن بطولة بيدرو باسكال وبيلا رمزي. هتكلم عن الحلقة الأولى بشوية حرق، فلو ما شوفش المسلسل يستحسن تتفرج عليه الأول وبعدين تعالى كمل الفيديو. ولكن مش هحرق حاجات كتير، هتكلم بس عن أهم الأحداث والمقارنة بينها وبين اللعبة. أحداث المسلسل بتدور في عالم مظلم، حيث فيه فيروس خطير ومميت منتشر في البشر، والعالم كله عبارة عن زومبي أو مخلوقات مفترسة. أبطالنا هم جول وإيلي، ومعاهم مجموعة من الشخصيات بيخوضوا رحلتهم في هذا العالم القاسي، معرضين للعدوى في أي وقت، ومطلوب منهم يواجهوا مخاطر وتحديات خطيرة جدا. فهل أبطالنا هيقدروا يتصدوا للمخاطر دي، وإزاي يعالجوا الوباء ومشكلة العدوى في العالم؟ قصة من أضخم القصص اللي ممكن تشوفها في حياتك. لعبة The Last of Us لعبة كبيرة نازل منها جزئين، أعتقد المسلسل هيكون أكتر من موسم. الموسم الأول 9 حلقات، كل حلقة ساعة وشوية. أنا ما لعبتش اللعبة فعليا لأن حجمها كبير ومواصفاتها تقيلة على الجهاز بتاعي، بس أقدر أقول يعتبر لعبتها لأني شفت الجيم بلاي بتاعها كامل على اليوتيوب. فأنا أوريدي عارف اللعبة والعالم بتاعها والأحداث، ومتعلق من زمان بالشخصيات. فطبعا زي أي حد لعب اللعبة كنت مستني المسلسل بفارغ الصبر. وحقيقي فكرة إن المسلسل ينزل بشكل أسبوعي دي حاجة حلوة جدا، بتخليني أستنى كل حلقة، فبالتالي أقدر المسلسل أكتر. ممكن يبان لك إن القصة كليشيه شوية، مسلسل آخر عن الزومبي، أحداثه بتدور في مستقبل مظلم والعالم كله في خراب تام. شفنا وولد وور دي، شفنا ذا ووكينج ديد، شفنا دون اوف ذا ديد. ولكن قصة ذا لاست اوف اس من أكتر القصص المميزة اللي ممكن تشوفها في حياتك. عجبني جدا إن المسلسل وافي قوي للأحداث اللي في اللعبة، في مشاهد منقولة بالحرف أصلا. الحلقة بتبدأ بمشهد من أهم المشاهد في المسلسل، مقابلة تلفزيونية من سنة 1968 عن 2 علماء بيولوجي بنعرف من خلالهم آلية تعامل الفيروس. إنه الفطريات بسبب قدرتها على التكيف مع درجة الحرارة العالية قدرت إنها تسيطر على أدمغة البشر وتغزو العالم كله. بعدها بنخش على الانترو وبنسمع موسيقى الجيتار اللي كلنا بنعشقها من اللعبة. حقيقي السكور بتاع المسلسل عظيم، وفكرة ان هو السكور بتاع اللعبة دي بصراحة حركة حلوة جدا من صناع المسلسل. بعدها الحلقة بتتقسم لنصين، النص الاول بتدور احداثه سنة 2003. عندنا جول وسارة بنته وانكل تومي. في الاول طبعا بنفتكر ان سارة مكملة معانا للنهاية ولكن بتموت. والنص التاني المسلسل بينقلنا 20 سنة قدام، والاحداث بتدور عن جول وإيلي ومعاهم تيس ومارلين وانكل تومي، وهم بيخوضوا رحلتهم في وسط الوباء، وهدفهم هو حماية إيلي لأنها الوحيدة اللي عندها مناعة ضد الفيروس، وممكن جسمها يكون في اللقاح اللي هيعالج المرض وينقذ البشرية. حلقة أولى ممتازة جدا، تستحق فعلا التقييم اللي خدته على IMDb، واخدة 9.6 من 10. ولكن بصراحة ده ينقلنا للسؤال الأهم: هل المسلسل بنفس عظمة اللعبة؟ بالنسبة لي فكرة ان اشوف المسلسل والخلفية اللي انا جاي منها هي اللعبة، دي مش افضل حاجة ممكن تعملها، لانك هتبقى قاعد كل اللي انت بتعمله هو انك تقارن بين الجمدان اللي انت شفته في اللعبة والجمدان اللي انت نفسك تشوفه في المسلسل. طبعا اكتر مشهد يوضح لنا الفرق بين اللعبة والمسلسل هو مشهد موت سارة، وده اللي كنت مستنيه جدا بصراحة، لان المشهد ده من اكتر المشاهد المؤثرة اللي شفتها في حياتي، وشفته مليون مرة، وكل مرة بشوفه بتأثر. الحاجة اللي تستحق التأمل بقى ان سبحان الله اللعبة اللي هي مش حقيقية وشخصياتنا تعبيراتهم باردة شوية، وبشكل عام اللعبة مش أكتر لعبة رياليستيك من ناحية الجرافيكس. لعبة قديمة برضو شوية، نزلت سنة 2013. المشهد اللي في اللعبة في رأيي مؤثر أكتر وهيلمسك أكتر من المشهد اللي في المسلسل، المشهد الحقيقي. طبعا أداء ممتاز جدا من بيدرو باسكال بكل تأكيد، وبرضو البنت اللي عاملة دور سارة. ولكن لا، المشهد بصراحة مش بنفس العظمة اللي في اللعبة. بس برضو ده ما يمنعش ان المسلسل فعلا قدر يقرب شوية من مستوى اللعبة. المسلسل من أضخم الإنتاجات اللي عملتها HBO Max، تصويره استمر لمدة 11 شهر، كل حلقة كلفت من 6 ل 10 مليون دولار، وفعلا ده بيبان بشكل واضح في المسلسل. قدر فعلا يوصل لي الإحساس
اللي كنت باخده من اللعبة. العالم موبوء بالكامل، الحضارات مش زي الأول، المدن كلها متدمرة تماما هندسيا وسياسيا وعسكريا وطبعا بيولوجيا. ومش بس العالم اللي بتدور فيه الأحداث، ولكن المسلسل ممتاز جدا على مستوى الأكشن والاشتباكات والمطاردات والزومبي والانفجارات. مشهد العربية في نص الحلقة كان خرافي، طيارات بتقع وناس مذعورة بتجري في الشوارع وزومبي بيطلعوا في كل حته. فعلا هتاخد متعه مش طبيعيه من المسلسل. اتمنى الحلقات اللي جايه تكون بنفس المستوى، واتمنى المسلسل يوصل لنفس العظمه بتاعه اللعبه. الحلقه الاولى من مسلسل The Last of Us تقييمي ليها 8.5 من 10. وبس كده، دي كل حاجه عندي الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا التنبيهات، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.